طيب لو انت واحد دلوقتي بتفتح الفيديو ده بالصدفه وما تعرفنيش وما تعرفش ان القناه دي باسمي وما تعرفش مين هو احمد مرغني، بس فتحت الفيديو لقيت كرسي فاضي وسامع صوت واحد بيتكلم، مش عارف هو مين، مش عارف هو بيتكلم ليه، ومش عارف اغراضه من الفيديو اللي بيعمله ده ايه. فدماغك ممكن تودي وتجيب، الراجل ده بيعمل كده ليه؟ الراجل ده بيتكلم ليه؟ الراجل ده تبع مين؟ الراجل ده صوته من دماغه ولا صوته من دماغ حد تاني؟ وهتفضل محتار اللي بيتكلم ده بيتكلم ليه من غير ما يبين هو مين. وده بالظبط اللي بيعملوه اغلب اللجان الالكترونيه او اغلب الاكونتات اللي بتخش تشتم الواحد، لا تلاقي له صوره ولا تلاقي له اسم ولا تعرف ده مين، هو بس واحد مستخبي ورا الكيبورد وداخل عمال بيشتم. فانا الناس اللي بتدخل تشتمني دي اللي ما بعرفش ارد عليها الشتيمه بشتيمه للاسف، فهدخل هرد عليهم النهارده بس بطريقتي. واحد ممكن يدخل يقول لي يا عم ما تكبر دماغك، ده زي ما انت قلت كده في الانترو، ده واحد مستخبي ورا الكيبورد وعمال يطلع كلمتين وعمال يهرتل وعمال يشتم. بس هي الفكره بالنسبه لي زي ما انت بتروش وبتشتم وعارف ان انا مش هعرف ارد عليك الشتيمه بشتيمه، فتعال اروش عليك انا كمان بطريقتي زي ما انت بتروش عليا بطريقتك. اما نشوف اول واحد، الاستاذ شكر ويل عايزي بيقول لي يا ابني هقول لك تاني، انا مش عارف هو ممكن يكون قال اولاني ولا ايه، مش عارف. ما تبصش وراك، بص قدامك. فين انت من ابناء جيلك كلهم؟ بص هم فين وانت فين. انا مش عارف انت بناء على ايه بتقول هذا الاساس. لو انت فعلا تعرفني وبتقول لي وعارف ولاد جيلي وبتقول لي بص هم فين وانت فين، هتعرف ان انا اللي حصل لي ده مش بمزاجي، مش بايدي. والله لو كان عليا كان زماني لسه بلعب كوره لغايه دلوقتي، بس مش بمزاجي. ما علينا. ركز انك تشتغل، انك تبقى موجود مدرب محلل، يعني حاجه كده تبقى انت موجود. طب يا سيدي الفاضل، بناء على ايه اديت لنفسك الحق ان انت تقرر انا هشتغل ايه؟ في ايه بجد؟ في ايه ده؟ ناس عارف الحشري، هو ده الحشري اللي حاطط مناخيره في كل حاجه. يا عم نفترض انا دماغي دلوقتي مش جايباني لا اشتغل لا مدرب ولا اشتغل محلل، يعني انا ما اعرفش انت شغال ايه. هل ينفع اقول لك لا الشغلانه اللي انت شغالها دي ما تشتغلهاش واشتغل غيرها؟ يا عم انت حر تشتغل اللي انت عايزه، وانا كمان حر اشتغل اللي انا عايزه. مش شغلتك انت خالص، مش حدتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص. انت عمال تنقل من ده قال وده عاد وده راح وده جه وده ايه وده قعد وده طويل وده قصير. ركز في شغلك، بص بص قدامك، بص قدامك. دي مطلع اغنيه، مالكش دعوه بغيرك. انت كده هيقول مين اللي هيقول، ما علينا. انت كده هيقول ان انت فعلا فاشل. لا اله الا الله ربنا يهديك. يعني انت لا اله الا الله ربنا يهديك حلوه ماشي، بس قبلها انت فاشل ليه؟ كنت ماشي كويس، كنت ماشي كويس. ماشي ماشي يا استاذ وائل، انا مش عارف انت ليه يعني. بلاش نعلق، نخش على بعضه على طول احسن. نبيل شلبي بيقول لي ايه بقى؟ كلام مرتضى منصور عنك كله صح. طب هل انا ينفع اقول لك ان كلام تركي الشيخ عنكم كنادي صح؟ هل ينفع انا اقول لك كلام امام عاشور عنك صح؟ عشان مش عايز اجمع برضه عشان في ناس اهلاويه حبايبي. هتبقى مبسوط لو جيت قلت لك الكلام ده وغنيت لك اللحن الخالد بتاعه؟ هتبقى مبسوط زي ما انت بتقول عليا ان كلام مرتضى عني صح؟ طيب يا سيدي، وانت كلام امام عاشور عنك انت صح؟ سهله. تعال نبص كده، بص على الاكونت بتاعك استاذ نبيل شلبي كده، نشوف انت كنيتك ايه في الدنيا. ما شاء الله، زيرو بوست، زيرو فولورز، زيرو فولوينج، الله اكبر عليك. وايه الصوره دي؟ قاعد على العجله؟ ماشي عجله ماشي. ماشي، خش على اللي بعده، خش على اللي بعده. ايوه، محمد اشرف. ايوه انت عايز فين برضو مش موضح انت. بص يا محمد اشرف، انا شايف ان انت تروح تقابل الاستاذ نبيل وتقعد معاه على العجله، ده انسب حل فيك برضو، بما انك عايز تروش عليا. فاستاذ نبيل روح له على العجله، ده وربنا يسهل لكم مع بعض. اللي جاي ده بالنسبه لي غريب جدا، ومش عارف هو ليه من باب كده دخل غلط فيا وفم. يعني انا عامل فيديو دلوقتي بقول ان انا شفت واحد كاتب كومنت لاعلامي على فيديو بيقول في واحد اتنين تلاته، بيقول ان وجودك بيدل على ان احنا مجتمع فاسد، فتدخل تشتمني. الاستاذ بقى محمد ذكري بيقول ايه؟ اكيد امك يا حالتها، لان انا بسال الاعلامي ده مين؟ طب انا امي مش اعلاميه، وليه اصلا تجيب سيره امي؟ يعني امي عملت لك ايه؟ ابو رخامه دم امك يلي مرتضى
مسح مش عارف ايه وخفت من مرتضى ولزقتها لشوفير اللي مش بيرد على مش عارف ايه. اولا انت غلطت فيا، انا ممكن يعني سهل جدا اروح اعمل فيك بلاغ، محضر بالسكرين شوت اللي انت بتشتمني فيها دي، اوديك ورا الشمس وتيجي ترجع تبوس ايدي ورجلي عشان خاطر اسامحك، يا اما هكععك دم قلبك. بس انا مش هعمل كده عشان حرام. انت اكيد برضو عندك عيال وبتجري على عيالك، فانا هخاف على عيالك مش عليك انت او على مستقبل اسرتك. ولكن خلينا نرد على حاجه حاجه. خلينا نبدا من الاخر للاول. انت بتقول شوبير مش هيرد عليا. لا، شوبير رد عليا قبل كده كذا مره، مش مره واحده. منهم اخر مره كان في بودكاست وجاب سيرتي وهو اللي فتح الموضوع من نفسه. فدي نقطه. اما على ان انت بتقول لي اكيد امك، فانا مش هغلط في امك. معلش ادخلي انت جوه، مالكيش دعوه بالموضوع، انا عارف هتصرف معاه ازاي. يعني انا مثلا ممكن اعمل حركه زي دي واقول ان دي ام فلان الفلاني، وابقى غلطت فيك من غير ما اجيب سيرتك ولا اقول انت ابن كذا ولا امك كذا، بس غلطت فيك من غير ما لساني يطلع لفظ وحش. فالغلط والشتيمه والاباحه سهله قوي، وكمان ممكن من غير الفاظ زي ما انت بتعمل. الشخص اللي جاي ده بالنسبه لي بقى غريب، اسمه رضا رأفت، يقول لي هو انت الاهلي عامل لك حرقان في التوته؟ معنى كده ان اي حد على سوشيال ميديا النادي الاهلي او صفحات النادي الاهلي او اي انفلونسر او اي بلوجر بيتكلم على نادي الزمالك، معنى كده ان نادي الزمالك عامل له حرقان في التوته؟ مش علشان مثلا ان الاهلي والزمالك دول انديه متنافسين، فانا لما بلاقي حد الناحيه الثانيه بيتكلم عن النادي بتاعي وبيقول حاجه غلط، فانا شايف نفسي ان انا من حقي ان انا اطلع ارد عليه عادي. بس لو هنتكلم على حرقان في التوته، انا دخلت دورت وراك لقيتك عامل لي بتاع 50,000 كومنت مش عارف ليه، وتدخل تبعت لي في مسجات وتقعد تشتمني فيها برضو مش عارف ليه. يبقى مين اللي عامل لمين حرقان في التوته؟ انت اللي محتاج تعرف وتبص على التوته عندك وتشوف الحرقان جاي منين بالظبط. الاستاذ بقى ادهم محمد بيقول لي يا ابني انت بيض قوي بصراحه، الكار ده مش كارك، شوف لي عماره واقعد تحتها احسن. اشوف لك عماره تقعد تحتها؟ استنى كده اما نشوف صوره الاكونت. ايه الصوره دي؟ انت قاعد تحت ايه؟ عماره دي ولا نخله ولا قاعد قدام بيت ولا؟ طب ما انت قاعد يا ابني تحت عماره اهو. عايز اشوف لك عماره ليه؟ ما انت شكلك شغال اهو والدنيا معاك تمام. يعني عايز تغير شغلتك ليه او عايز تغير مهنتك ليه؟ وهيجي واحد يقول لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي بتقول عليه مش عارف ايه؟ انا برد عليه بنفس طريقته بس يا معلم. هو داخل يروش عليا، بس هو للاسف كتب الكلام غلط، فبيقول لك شوف لي، والصدفه لقيته اصلا قاعد تحت حاجه وقاعد على كرسي بس. يبقى غير الصوره، يبقى غير الصوره. خلي بالكم كل ده كان على انستجرام. برضو انستجرام فيه الناس ايه اشيك شويه من اكس مثلا. الناس على انستجرام ما بتشتمش الشتايم الفظيعه اللي هي اكس. بقى في شتايم وليفل الوحش، الدنيا هناك صعبه قوي، في ناس عالم قذره كتير قوي. ولكن هنختار الحاجه ايه اللي ممكن تطلع الحاجات السهله. في واحد اسمه مثلا اسامه نور الدين، وده انا اكتشفت ان كل لما بنزل حاجه بيدخل يرد عليا مش عارف ليه. المهم بيقول لي ايه، شوبير 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 شوبير، وحاطط لي صوره كابتن شوبير وهو بيضحك الضحكه دي. فأسامة نور الدين، انت داخل تغيظني يعني عشان انا كنت بقول شوبير ان هو بطلني في الكوره وكان سبب من الاسباب الكبيره دي، وداخل تستفزني. انا ممكن استفزك بس بطريقه اسوأ من اللي انت استفزتني بيها، واقول لك مثلا ان شهداء النادي الاهلي ال 74 كابتن شوبير اللي انت باعت لي صورته ده وبتغيظني انا بيه، انا ممكن بس احط لك الصوره دي وابعتها لك برضه اقول لك شوبير شوبير شوبير، لان هو مثلا دخل قال على 74 شهيد ان هو مش عارف اذا كانوا شهداء ولا لا، وقال عليهم كمان قبل كده ان هم كانوا بيبيعوا مخدرات وحشاشين، وقال عليهم كلام صعب قوي انا مش عايز اعيده لك تاني. وممكن ازيد لك من الشعر بيت اقول لك ان هو قال على كابوهات التراس اهلاوي كلام مش صعب، وان هم السبب في الموضوع ده، هم سابوهم وجريوا وقصص كده كبيره. المشكله ان انا لما بصيت على صورتك لقيت راجل كبير، فالمفروض انت عشت الاحداث دي وعارفها. فانا ما عنديش مشكله ان انت تغيظني او تستفزني بحاجه، ما عنديش مشكله في القصه دي، بس تخش تستفزني وتغيظني براجل اصلا عمل فيكوا كل الحاجات اللي انا لسه قايلها لك من شويه. فانت حاجه من الاثنين، يا مغيب يا جاهل، يا اما انت مش زعلان على ال 74 شهيد اللي ماتوا عندكم فداخل تقول الكلمتين دول ليا انا، بتغيظني بشوبير. فانت حاجه من الثلاثه دول اللي انا قلتهم لك. واحد تاني اسمه كريم جميل، صدق مرتضى لما قال عليك عيل عميل يستاهل ضرب النقط. هقولها لك زي ما قلتها لواحد على انستجرام من شويه، انا مش فاكر كان اسمه ايه. هل مثلا لو جيت قلت لك ما هو مرتضى بقى انت مصدقه وبتقول صدق مرتضى لما قال، انا ممكن اقول لك صدق مرتضى لما قال عليكم كجمهور؟ لا بلاش نجمع برضه كجمهور علشان مش حلو. انا ليا فيه برضه ناس في جمهور الاهلي اصحابي وحبايبي وما ينفعش ان انا اغلط فيهم. بس ممكن اقول مثلا امام عاشور لما قال عليكم. لا، امام عاشور برضه قال الفاظ صعبه قوي في ناس اهلاويه اصحابي انا ما ارضى لهمش ان هم يتشتموا كده.
بقول لك ايه يا كريم شوف انت انهي واحده على مقاسك وخدها عشان انا مش عايز اغلط، بس عشان في ناس اصحابي حبايبي زعلهم يعز عليا. واحد تاني اسمه ايه، حازم زومه، الاسم 100 اهلاوي 100% اهلاوي. طب مرتضى منصور مش بيفكرك بحاجه تخص شرفك؟ هو مرتضى منصور عامه يعني حاجه تخص شرفي ما اعتقدش يعني ان قال حاجه تخص شرفي انا كشخص يعني، الا لو انت قصدك على الكلام اللي قاله ان هو برضو قال عليكم حاجات كتير. بس انت يا صاحبي مش ملاحظ الصوره اللي انت معلق لي عليها بتقول لي حاجه مش ملاحظ انت الصوره برضو حاجه تخص شرفك فيها؟ مش ملاحظها، مش ملاحظها خالص يعني. بس شايفك فشخ بقك قوي كده. يلا ما علينا، ربنا يسامحك يا عم ويسامحني معاك. اخر صوره بقى واحد اسمه بدري علي، انت وحاطط 3 بيضات قوي. طب الثلاث بيضات قوي ده انت عامل له فولو ليه؟ انا ببص لقيتك عامل لي فولو. ما هو لو انت عامل لي فولو يبقى انت عاجبك البيض اللي انا بقدمه، ما علاش حل تاني، لان انت لو مش عاجبك البيض اللي انا بقدمه ما كنتش هتبقى عامل لي فولو زي ما انت عامل لي فولو كده. او انت بقى بتبقى بتحب الحاجات البيض، او انت برضو بيض يعني. شوف انت انهي هتبقى حلوه بالنسبه لك وخد. اخيرا انا بحاول قدر الامكان ان انا ارد من غير ما اتطاول او ما اغلط في حد او اطلع لفظ من بقي، رغم ان في ناس كتير بتتطاول عليا وبتشتمني. مش عارف نوع الفيديو ده هيبقى حلو ولا وحش، بس انا هنزله واجرب، لو عجب الناس ممكن نكمل، ما عجبش الناس مش هنكمل. وان كان انا بالنسبه لي برضو مش مستهويني قوي الفيديو، لان انا في حاجات كتيره عدتها وصورتها مرتين وثلاثه ان انا كنت بقى الاقي نفسي بقول الفاظ او بتطاول على حد، فكنت برجع اقول لا ده ما ينفعش، فارجع اعيد من تاني. فانا مش عارف الدنيا هتمشي ازاي معايا في نوعيه الفيديوهات دي، لان في ناس معينه ما ينفعش الواحد يرد عليهم باحترام، لازم الواحد يشتم ويقول الفاظ ويقل ادب. ولكن انا بحاول قدر الامكان احاول ايه، ابقى ماسك لساني على قد ما اقدر. وبس كده يا معلم، انا خلصت. سلام.